كل حاجة بتحصل عكس رغبتي، كل حاجة نفسي فيها بتبعد عني، لا اتجوزت اللي انا بحبها ولا اشتغلت الشغلانة اللي انا عايزها. بحس بجد ان كل حاجة عكس الحاجات اللي انا عايزها. هو ربنا ما بيحبنيش ولا ايه؟ هي الدنيا دي ضدي ولا ايه؟ انا زهقت من كل حاجة، مفيش حاجة نفسي فيها بتجيلي، الابواب بتقفل. بالعكس، اول ما تلاقي حاجة بتحصل عكس رغبتك اتأكد دايما ان ربنا كاتب لك بيها خير، لان ربنا ما بيعملش غير الخير. وحتى لو مش باين قدامك ساعتها ان الخير في الاختيار ده، لازم تكون متأكد ان ربنا هو عامل كده. ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي اشارة ان باب يتقفل قدامك او حد يبعد عنك، هو ربنا عامل كده وادى الامر لكده، لان الباب ده كان هيبقى ضرر ليك، لان الحاجة اللي انت ماسك فيها وبتعيط عشانها دي كانت اكتر حاجة هتبقى موجعة في حياتك. كل حاجة بتحصل عكس رغبتك، كل باب بيقفل قدامك، كل وجع بتتوجعه، هو ربنا عامل ده عشان يحافظ عليك، هو نجاك. عشان كده بعد قدام بتكتشف ده، بتكتشف ان كل مانع نجاة، ان كل باب اتقفل قدامك اتفتح بداله 3-4 ابواب احسن من الباب ده 100 مرة. ان كل بني ادم ربنا بعده عنك ما كانش هيبقى فيه خير ليك، كان هيبقى مضر ليك، موجع ليك، مؤلم ليك. عشان كده اي حاجة تحصل عكس رغبتك، اي باب يقفل قدامك، اعرف ان ربنا اللي امر يحصل كده، امر لان ربنا رايد لك خير، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الشيء ده مش خير ليك. ارضى بكل حاجة ربنا اداها لك، وكل دقيقة بتعدي عليك هتعرف ان ربنا اختياراته كانت ليك صح، ان توجيه ربنا كان ليك صح، ان لما ربنا امر ان الباب ده يقفل او حاجة تبعد عنك كان اختيار ربنا دايما صح. ومع الوقت بنقول الله، اختيار ربنا الاجمل والاحلى. اي حاجة تحصل عكس رغبتك ربنا يعملها، قول الحمد لله، وش هي فيها خير ليك وهتحس بعد كده.